السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم جميعا؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة فيديو جديد ووصفة جديدة. هنعمل مع بعض سندوتشات الهمبرجر في البيت بطريقة سهلة جدا وطعمها حلو قوي، هتعجب كل اللي هيدوها ان شاء الله بإذن الله. بعتذر لو صوتي متغير في الفيديو ده، معلش عندي برد. حطي لايك للفيديو واشتراك للقناة ونسمي الله ونبتدي مع بعض. اول حاجة معايا كيلو الا ربع لحمة، حطيت عليه ربع كيلو برغل. البرغل ده بيتباع عند العطار او في السوبر ماركت عادي. جبته نقيته كويس وغسلته كويس جدا ووديته بره عند المفرمة يطحن مع اللحمة. البرغل بيزود كمية اللحمة وبيدي طعم حلو، وكمان بيخلي القوام حلو. ومعايا طماطم مقطعة وخيار وخس عشان احطهم في قلب السندوتشات. ومعايا جبنة لسندوتشات البرجر، والتوابل هحطها ان شاء الله اثناء استخدامها. هنسمي الله ونبتدي نشتغل. هحط كده شوية زيت بس قليلين عشان تسهل عليا العجينة وانا بعملها وبشكلها وما تلزقش مني. هضيف معلقة كمون ومعلقة بهارات همبرجر دي جاهزة، وهضيف نص معلقة قرفة، وهضيف معلقة كزبرة ومعلقة كمون، وكمان هضيف معلقة من 7 بهارات، وهضيف معلقة ملح. المقادير دي كلها خدتها بمعلقة صغيرة. هخلط كل المكونات مع بعضها كويس وهتأكد ان اللحمة اختلطت مع كل التوابل. ولو هتفرمي اللحمة في البيت اثناء الفرم عادي ضيفي التوابل. كده خلاص خلطتها كلها كويس جدا مع بعضها، كمان جربت منها 2. ما شاء الله السمك بتاعهم جميل وكمان حجمهم كبير. والاحلى من كده ان انا عملتهم من غير المكبس بتاع البرجر، انا قطعتهم بالغطا بتاع البراد. انا هتعامل معاها كأني بتعامل مع عجينة مش لحمة. هبتدي الاول ان انا اكبسها في بعضها زي ما حضراتكم شايفين كده عشان تعمل معايا زي كورة، وبعدين هفردها على طول على الرخامة. لو عندك مكبس البرجر طبعا هيوفر عليكي كل اللي انا بعمله ده، بس انا كده بشوف كحل بديل لمكبس البرجر يعني. حاولي لما تفرديها ما تخليهاش رقيقة ولا تخليها سميكة، خليها بسمك معقول زي البرجر العادي اللي بنشتريه من بره. كده خلاص انا فردتها وسمكها كده كويس جدا. هبتدي ان انا اقطعها. شايفين ده غطا براد عادي، هبتدي ان انا اقطع بيه. هيطلع معايا نفس السمك ونفس الشكل ده بالظبط. انا دول برضو عملتهم بغطا البراد. هسمي اللي وابتدي ان انا اقطع. وبعد كده هشيل الزيادات عشان اعيد تشكيلها من اول وجديد. وخلاص دول اللي جازوا معايا. بتكون مظبوطة من عند الحروف بس بيبقى طالع زي شراشيب بسيطة، بايدك كده هتروحي دايسة عليها هتتظبط معاكي على طول. شايفين ما شاء الله بقى جميل جدا، سمكها حلو جدا وكمان حجمها جميل. انا هخلص كل الكمية بنفس الطريقة. ما شاء الله ما بتاخدش وقت وعلى طول بتشكليها.
انا كده خلاص خلصت وتبارك الله طلع معايا كمية جميلة، حجم البرجر العائلي كله ما شاء الله بالغطا، وما اخدش مني وقت، وطبعا احسن وانضف من بره 100 مرة، على الاقل انك ضامنة اللحمة وضامنة نظافة الحاجة اللي شغالة فيها. وكمان انتي ممكن تضيفي على الكيلو الا ربع لحمة، طبعا نص كيلو مثلا برغل، انا ضايفة ربع كيلو برغل بس، لاني كنت حابة ان كمية اللحمة تكون اكتر من كمية البرغل، بس كده كده هي مش هتبان فيها لان التوابل بتغطي على كل حاجة، وكمان هتضاعف معاكي الكمية. وتقدري لو عاملة كمية كبيرة وخلصتيها في وقت واحد تقدري تخزنيها في الفريزر، بانك تجيبي اطباق فل وترصي فيها اكياس ما بين كل واحدة والتانية، وتشيليهم في الفريزر مش هيحصل لهم اي حاجة. وكده خلاص انا هبتدي ان انا اقليهم. انا بقليهم في زيت قليل جدا، وممكن تقليهم برضو من غير زيت خالص. العيش الكايزر انا جايباه المرة دي جاهز، لكن باذن الله هعمل لكم فيديو لوحده خاص تعملي في البيت ازاي بكل سهولة باذن الله، وهيكون احسن وافضل من بره كمان. هبتدي ان انا افتحهم كلهم واجهزهم لحد ما اخلص تسوية البرجر. انا كده خلاص سويتهم، هبتدي ان انا ارص السندوتشات. هحط الخس وعليه شريحة جبنة، ومن فوقيه البرجر، وهحط طماطم او خيار اللي تفضليه، ولسه طبعا هحط كاتشب ومايونيز بس لما اخلص كل الكمية. انا بحب اضيفهم في الاخر بعد ما اخلص كل الكمية. هخلص كل الكميات بنفس الطريقة، هحط خس وفوقيه شريحة جبنة والبرجر وطماطم او خيار، وفي الاخر هحط الكاتشب والمايونيز. شايفين ما شاء الله لونهم من قريب حلو، بس هي الكاميرا ظالمة لونهم من بعيد. لو حابة تستكفي بيه كده من غير كاتشب ومايونيز مفيش اي مشكلة، طعمه حلو، بس انا ما بحب احطهم كاضافة يعني. انا خلاص خلصت كل السندوتشات وهضيف لهم كاتشب ومايونيز. انا كده خلاص خلصت، ايه رأيكم؟
ما شاء الله طعمه جميل جدا واحسن وارخص من بره كمان، وحتى لو ما كانش ارخص كفايه انه انضف وكفايه انك عاملاه في البيت وضامنه انك بتاكلي حاجه بايديكي نضيفه. هتعجبك ان شاء الله وتعجب الاولاد. ممكن تقدميها في سندوتشات وممكن تقدميها جنب رز، تقطعيها كده وتحطيها مع رز او مكرونه، طعمها حلو جدا ما شاء الله. جربيها ان شاء الله هتعجبك، مستنيه رايك في الكومنتات. وكده خلاص اكون خلصت الفيديو، ما تنسوش تحطوا لي لايك للفيديو واشتراك للقناه. اشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد، مع السلامه.